السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. معلش اخرت عليكم. يعني كانت ظروف كده وربنا ايه ما يعودها تاني. والله انتوا وحشتوني كتير، والنهارده جايه لكم فكرة حلوة وفيديو جميل جدا. كلنا بنشتكي من اسعار وبنشتكي الحاجة غالية، وقرص الطعمية بقى بجنيه وما فيهوش خالص، يعني صغير خالص. اللي كان بيجيب ب5 جنيه بقى يجيب ب10 جنيه وب15 جنيه، ومش مقدر. ليه نشتري طعمية من بره ومكوناتها في البيت وسهلة جدا وبسيطة وحاجة نظيفة جدا جدا؟ زي ما أنا دايما أقول لكم، اعملوا الحاجة في بيوتكم، ما تشتروش حاجة من بره. الحاجة سهلة وبسيطة جدا. يعني أنا بجيب نص كيلو فول، ربع كيلو فول، حسب مقدرتك. يعني تجيبي بربع كيلو فول، وكرات برضو والكزبرة، أو بقدونس، كزبرة أو بقدونس، وفصين توم، وبصلة صغيرة خالص، ما كتروش البصلة، يعني بصلة صغيرة خالص ما انتم شايفين اهو، وكزبره ناشفه اهي زي ما انتم شايفين. الكراد الفوائد بتاعته اللي احنا يعني مأهملينه جامد ومش مديله حقه، من الحاجات الغنيه جدا. الكرات مفيد جدا، هو طعميه يعني كرات. كرات جميل جدا ومفيد جدا لصحتنا. اعملوه على السلطه على طول، سلطه بكرات، او اعملوه في الطعميه. حاجه جميله جدا. ويلا نبدا ونشوف هنعمل ايه. معانا نص كيلو فول زي ما انتم شايفين، انا بلاه شطفته الاول ونقعته في ميه عاديه خالص من الحنفيه. اهم حاجه لما تيجي تعملي الفوله بتاعتك، يعني بصي، في ناس بتسيبه يوم كامل، في ناس بتسيبه يومين، في ناس بتسيبه 5 ساعات. بص انا هقولك، اول ما الفوله بتاعتك تتقطم معاكي كده اهي، كده تقسم معاكي نصين، خلاص كده الفول بتاعي جاهز. يقعد بقى ساعتين، يقعد 3، يقعد يوم كامل. زي ما بقولك كده، اهم حاجه ان الفوله تتقسم معاكي كده اهي. بصي اتقسمت معايا كده، يبقى جاهز ان هو يتعمل. ودايما هاتوا الفول البلدي، بيبقى اطعم من الفول الافرنجي. يلا نجيب الكبه بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه في الطعميه بتاعتنا الجميله النهارده. جبت اي بوله عندي، وادي الفول بتاعي صفيته بالمصفى اهو، هنزل بيه كده زي ما انتم شايفين اهو، عشان نخلط الخليط بتاعنا كله مع بعض. والكزبره اللي انا هحطها، اللي هي الحصى دي، بديها سن على النار، ان بحيث ان ايه، انتوا عارفين ان التوابل لما نديها سن على النار بتدي طعم جميل وريحه احلى. ماشي اهو، انزل كده. وشويه توم حلوين كده، يعني مش كتير قوي اهو، شويه توم اهو زي ما هو صحيح. وادي البصله كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، عشان هتنضرب في الكبه برده. ما كتروش بصل، عشان البصل بيخلي الطعميه بتاعتنا تفك. بصله صغيره خالص كده. وادي الكرات بتاعنا الجميل جميل جدا، اللي هو بيخلي الطعميه ايه بتاعتنا بتاعت زمان، وريحه حلوه وطعم حلو اهي كده. اخرطهم كده زي ما انتم شايفين كده. يلا يا حبيب قلبي، واديني خرطتهم اهو. اهم حاجه ما تكتريش الخضره عشان ما تغمقش معاك، هتبقى غامقه. لو كترت الخضره هتبقى غامقه. يعني حزمه كرات اللي هي الصغيره دي، على بصوا الشبت، البقدونس، الكزبره دي اختياري. يعني ما عندكيش كزبره وبقدونس، كرات خلاص هو يشتغل بالكرات. اهم حاجه الكرات في الطعميه بتاعتنا. لكن اي حاجه عايزه تحطيها تانية، النكهات تانية دي تبقى حسب ايه رغبتك انت. البصله والثوم والكرات دي الطعميه بتاعتنا اهي. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهي اهي. بصوا الطعميه بتاعتنا اهي. جبنا الكبه بتاعتنا اهي. جبت نص كوبايه من الميه، انا مش هاخدها كلها، هنحط بس نشغل الكبه بتاعتنا عشان ايه ما كتروش ميه بس. والنص كوبايه اللي هتحطوها هنصفيها في الاخر، هنطلعها في الاخر من الطعميه، ما تخافوش يعني كده اهو. مش هنكتر على الكبه عشان نخلي بالنا منها. يلا نضرب الفول، الطعميه بتاعتنا الجميله دي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين الجمال. ضربنا الطعميه بتاعتنا بس خشنه، عايزه معلقه او معلقتين ميه كبيره. بصوا اهو بس كده. نشغل بس الكبه بتاعتنا، يلا نضرب بسم الله. بصوا اهي. اهم حاجه ننزل اللي هو طلع فوق الحروف كده اهو، هننزله. بصوا العجينه بتضرب معانا اهي. هنفضل نضرب فيها لحد ما تنعم خالص زي ما انتم شايفين اهو. هضرب الكميه كلها وانعمها وارجع لكم تاني. يلا نشوف الطعميه بتاعتنا وريحه الطعميه بتاعتنا اللي لسه ما حطيناش عليها. احنا بصوا
دي ما حطيناش عليها اي حاجه خالص، لكن لما نيجي نعملها هنحط عليها التوابل بتاعتنا. بصوا بقى، بصوا بقى الطعميه بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اها، بس الطعميه اهم حاجه ما تكتروش الخضره عشان الخضره ايه ما تغمقش الطعميه بتاعتنا. ايه رايكم؟ شايفين لونها وشايفين والله العظيم ما عليهاش اي حاجه من التوابل، بس ريحتها جميله قوي. هضرب الكميه وارجع لكم تاني. والطعميه بتاعتنا جميله خلصت. بصوا بصوا جميله ازاي وما فيهاش ميه وجميله وهشه، والله العظيم تحفه. انت لو زادت منك الميه وانت بتضربي في الكبه او في الخلاط، حطيها في مصفى تكون خرامه ضيقه وحطي تحتها حاجه، هتنزل الميه اللي انت ايه حطيتيها، هتنزل منها وهتديكي بصي الشكل الجميل ده اهو. اجيب بس ايه، بصوا بالمعلقه كده واضرب كده بس ايه اهو، زي ما الراجل بتاع الطعميه بيعمل. شوفوا هو كان بيعمل كده بايديه اهو، تضربوا كده اهو، تطلعوا ايه الهواء اللي فيها، ولا حطينا كربوناتو ولا حطينا بيكنج باودر زي ما انتم شايفين. بصوا دي من نص كيلو فول، بصوا عملت لنا كميه كبيره قد ايه، وريحتها وحاجه هتعملوها في بيتكم كده. خلاص اهي، بصوا هوريكم تتعمل قرص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، نعملها قرص اهو، طالما ما فكتش منك ولا اي حاجه اهو. هنعملها وهنجيب سمسم واللي على البوتاجاز وهنعملها على طول، وهتطلع احلى طعميه نعملها. وكده خلطنا الطعميه بتاعتنا وكيسناها. اهم حاجه كيسيها في كيس ثلاجه على قد الطلب، يعني ما ينفعش انت تطلعيها من الفريزر تاخدي منها وترجعيها تاني هتسود، يعني كل كيس على قد الطلب اللي انت هتعمليه بالظبط اهو. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا لونها، بصوا الهشاشان اللي فيها جميله جميله جميله. دي كده كيسناها وخلاص، هنحطها في الفريزر على الطلب. انا سبت شويه هم عشان نعملهم قصادكم قراص. بصوا بقى انا هحط عليهم بضايه، وعندي السمسم للتزيين، وعندي معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره كمون ومعلقه صغيره شطه، وهنخلط كده اهو. واحط البيضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. البيضه دي كانت امي اللي بتعملها، كل ما نجيب عجينه ابص لو امي تحط على العجينه بتاعتنا بيض اهو كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا قلبوا اهو كده، شايفين اهو. بصوا وريحتها بقى شموا شكل جميل جدا. يلا يا حبايب قلبي نقل الطعميه بتاعتنا. بصوا ريحه الطعميه بقى، بصوا الطعميه بتاعتنا والله العظيم. اول بس ما تحطوها كده النار الزيت ما يبقاش سخن قوي، لان الزيت يبقى ناره متوسطه كده وهو مش سخن كمان، ماشي؟ عشان ايه ما تتحرقش مننا على طول. وكمان ما نحطها على الوش ما نقلبش الا بعديها بشويه لما الطعميه تمسك معانا. بصوا بقى اللون الذهبي ده وجميله، وهي وشكلها جميل جدا بالسمسم. بصوا ريحتها بقى ايه جميله. دي الطعميه الاصل بتاعت زمان. الله على الطعميه وجمال الطعميه وريحه البيت اللي اتقلبت من غير زمان. والله العظيم تحفه تحفه تحفه، جميله جدا وهشه من غير بيكنج باودر ولا كربونات ولا اي حاجه خالص اهي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا هشه في ايديا خالص اهي. شوفوا عامله ازاي الفراغات اللي جوه اهي، ناشفه من بره وهي وهشه من جوه، جميله جدا. زي ما قلت لكم النار ما تبقاش سخنه قوي بتاعت الزيت، والنار تبقى متوسطه، وحمري طعميتك في بيتك وحاجه جميله جدا. وبالهنا والشفا يا رب يعجبكم وينول اعجابكم دايما. ما تنسوناش الاشتراك والقناه والاشتراك القناه واللايك بتاعكم الجميل عشان تدعموني ان الواحد ايه يعمل كل يوم جديد. ابسط الاكلات مع سراء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.